السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. في 10 دقايق بس وبسعر بسيط جدا نقدر نحضر صوص السيراتشا اللي هو بيكون غالي جدا لو اشتريناه من بره. طريقته بسيطة وسهلة وحقيقي وحرفيا مش هتاخد 10 دقايق وهيطلع طعمه تبكال طعم الجاهز. انا هعمل الكميه اللي هعملها دي هتعمل لي ازازتين من اللي قدامكم دي، او ازازه ونص كده من اللي قدامكم دي. طعمه حلو قوي وانا عاملاه كمان الحرقان فيه هادي. طبعا تقدروا يكون بفلفل حراق، بس انا استخدمت قرنين من الشطه على النص كيلو من الفلفل الاحمر. قطعته قطع صغيره وحطيت معاه 3 4 فصوص توم كده وقرنين شطه حمراء. تقدروا طبعا تعملوا الكمية كلها من الشطة عادي جدا. وكوباية من الخل برضو هيتعمل بنفس التكنيك بالظبط، حسب قابليتكم للحاجة تبقى حراقة ازاي. وبعدين هنضربه في الخلاط كده مع الخل. مفيش اي مية في الخلاط، او مفيش اي مية في الوصفة. هنضرب الفلفل الاحمر مع الخل والثوم بس كده، ونصفيهم بقى على طول بعد ما نضربهم. طبعا الفلفل بيبقى ميته كتير جدا، فما شاء الله نص كيلو عمل لي كمية كويسة كده زي ما انتوا شايفين مع كوباية الخل. ممكن تقللوا خل شوية تخلوه نص 3 4 كوباية، من نص ل3 4 كوباية لو انتوا برضو حابين نسبة الخل تكون اقل شوية. تمام كده. هنصفيه بس كويس قوي وهيبقى لنا تفل بسيط مش كتير. هنضيف بقى 1/4 كوباية من السكر. بيديله طعم حلو قوي وبيخليه لامع كده زي اللي بنشتريه جاهز بالظبط. ونقلب شوية وهسيبه على النار حوالي نص ساعة. في الآخر خالص لما بحس ان هو قوامه تقل شوية بحط له معلقة صغيرة من النشا متدوبة في معلقة كبيرة من المية بس كده. ونقلب بقى علشان النشا يدوب كويس ويعمل لي كده مطة حلوة في الصوص بتاعي. وبس كده يا جماعة الصوص معانا جاهز. نعقم الإزازة اللي هنحطه فيها ونستخدمه بقى، وكمان صلاحيته مدتها طويلة لأنه حراق وطعمه مختلف. يعني بجد طعمه حلو قوي يعني وبنحتاجه في وصفات كتير جدا. اما شوية التفل اللي اتبقوا فممكن نحطهم في اي تتبيلة عندنا للفراخ، او يعني او للسمك او كده، يعني هتبقى كويسة مش هنرميها برضو. ده كان نص كيلو من الفلفل الاحمر الرومي مش الحراق، لان انا يعني مش بحب الحاجة حراقة. بس السرياتشا لازم يكون في حرقان كده. وزي ما انتم شايفين كل مدى عمال بيتقل، كل ما بسيبه يبرد يتقل اكتر. طعمه جميل جدا وحراق برضو عشان انا حاطه فيه فلفل، قرنين فلفل. طعمه حلو قوي وهنستخدمه في وصفات جايه كتير. ونفس قوام ولون الجاهز، اللون الاورنج المبهج الجميل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، جربوه وهينفعكم في وصفات كتير وبيحرحش الاكل كده ويخليه جميل قوي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.